الماتش الحاسم لموسم الاهلي، اهم ماتش في الموسم هو ده، الماتش اللي هيقول لك انت رايح فين وجاي منين. خدت هديه من الزمالك جايبت لك نفس في الدوري، المفروض تدي حماس، تدي حميه، لعيبه تنزل تعمل اللي عليها، المشاكل الاداريه ابتدت تتحل، التفويض تم لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ. اللجان هتبدا اعاده هيكلتها وهتتغير رؤساء قطاع الناشئين هيتغيروا، كل حاجه ابتدت تمشي كويس. كل ده هيتبروز اما تفوز او على الاقل تتعادل باداء كبير. نلعب اللي نعرف نعمله، نلعب برجوله، اللعيبه نفسها محتاجه تبقى عندها حميه، اللعيبه نفسها محتاجه تتعلم من لعيبه اليد. شوفوا حميد ومحسن رمضان عملوا ايه، شوفوا حميد اما لعيبه الزمالك اتريقت، اما الجمهور اتريق نزل عمل ايه في الملعب، ما خلاش حد يجيب في جول. نتعلم، نبص بصه، اللعيبه محتاجه تبين لنا ان هي لعيبه درجه ثالثه، لعيبه بتشجع الاهلي قبل ما تلعب في الملعب. ارجوكم نتخلى عن عقليه الموظفين، الماتش ده هو ماتش الموسم، هو الماتش ده اللي هيرجع الاهلي اهلي ويحط خطوه جديده لكل اللعيبه، وهيحقق كل المكتسبات وللعيبه كمان قبل الجمهور، وهيرجع الفريق للطريق الصحيح. لو الاهلي عدى الترجي النهارده وفاز النهارده، ده خدوها مني، الدوري في الاهلي، اهلي افريقيا في الاهلي، واللي يقدر يقابل الاهلي يبقى يوقفه.